العربيه الشبابيه اللي جت قلبت موازين السوق المصري وجايه تنافس الام جي 6 والجي اس سي امباو تشانجان يوني في. العربيه بتيجي بانوار فول ال اي دي والشبكه فيها كاميرات 360 ورادارات عشان العربيه دي فيها اكتيف سيفتي، خلي فيها حاجات زي مثبت السرعه الذكي ونظام التحذير من الارتطام الامامي واللين كيب اسيست. جنط 18 باللون الاسود شكله رياضي جدا والمرايات برده باللون الاسود، ولو دوست كده الاوكر هتطلع وهنخش نتفرج على العربيه من جوه. كراسي كهرباء باكيت سيتس ميكس بين الاسود والاورنج مديك انطباع رياضي لذيذ. دريكسيون تشانجان الصغير اللي متعودين عليه اللي شبه بتاع بيجو. بادل شيفتر ديجيتال ديسبلاي مساحتها 10 انش والشاشه الوسطيه برده مساحتها 10 انش وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. وايرلس تشارجر مساحات تخزين هنا وبتغير المودز من هنا، والعربيه فيها فويس كوماندز. Open the window. Opening all windows. والعربيه فيها فتحه سقف بانوراما بس مع الاسف مش بتفتح، ولو العربيه من قدام حلوه فهي من ورا احلى كمان بالسحبه الكوبيه والليد بار اللي مكمل بعرض العربيه كله، والشنطه الكهرباء الليفت باك يعني الازاز اللي ورا بيترفع معاها. يمكن مشكلتها ان مساحتها 380 لتر بس، ودي مساحه مش كبيره بس بالنظر كده هي شكلها مش صغير الصراحه. ده غير الديفيوزر الكبير اللي شكله رياضي جدا وفتحتين الشكمان الحقيقيين اللي صوتهم. بس العربيه مش صوت بس، العربيه بتيجي بالموتور ال 1500 سي سي التربو اللي بيطلع 185 حصان و300 تورك، وعلى الورق دي هي اسرع عربيه في الفئه بتاعتها، بس في الواقع بقى محتاجه تجربه دي. المساحات ورا شغاله، كاتب لك هنا يوني في، فتحتين تكييف، مخرج يو اس بي كنت افضل يبقى تايب سي، وفي نفق الفتيس مش كبير قوي. العربيه تبان واطيه بس هي ارتفاعها عن الارض حوالي متر 430 وده رقم مش قليل. ومن غير ما اطول عليك قول طول بس التفاصيل، العربيه دي بتقدم باكج هايل وسعرها كويس، بس السؤال اللي كلكم بتسالوه هي ولا الامباو؟ دي محتاجه مقارنه. والعربيه دي موجوده في الليسي، ممكن تروح لهم اي فرع، القطاميه، زايد، العجوزه او النزهه.